برتغالية تعلق على وليد عبد الله. صخرة بورتو ينقذ النصر، تفاصيل عرض 245 مليون. حقيقة طلب كاسترو ومتعب الحربي. رسميا رحيل هؤلاء من النصر. سلطت صحيفة أبولا البرتغالية الضوء على خطأ حارس نادي النصر وليد عبد الله أثناء انطلاق مباراة العالم أمام التعاون بالأمس، وتعرض النصر للهزيمة الثانية له هذا الموسم أمام ضيفه التعاون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية للحارس وليد عبد الله وهو غير منتبه بداية مباراة فريقه أمام التعاون، حيث حاول أحد المصورين المتواجدين خلف المرمى لفت انتباهه لوقت طويل حتى أدرك أن الكرة بخلفه وقام بتمريرها. وعلقت صحيفة بولا على تصرف وليد عبد الله حيث كتبت: غير عادي ما حدث، كان ظهر الحارس للملعب دون أن ينتبه لبداية اللقاء، كاد الأمر أن يتسبب في اهتزاز شباكه لولا تحذيره من أحد المشجعين. كشفت تقارير صحفية عن تحرك إدارة نادي النصر من جديد لحسم صفقة البرتغالي أوتافيو نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وحقق النصر بداية سيئة في الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 23-24، حيث تلقى خسارتين في أولى مباراتين وأمام الاتفاق بنتيجة 1-2 والتعاون 0-2. هذا وذكرت صحيفة برتغالية أن نادي النصر جاهز للتفاوض مجددا مع أوتافيو، مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بورتو. كما أضاف التقرير أن نادي النصر أجرى محاولة مع أوتافيو خلال شهر يوليو تموز الماضي، إلا أن المقابل المادي في العرض المقدم لم يكن مرضيا. كما طلبت إدارة بورتو أن يتم سداد قيمة الصفقة نقدا وليس على أقساط. ومن المتوقع أن يتقدم نادي النصر السعودي بعرض يتضمن التعاقد مع أوتافيو براتب يساوي 3 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه مع بورتو البرتغالي. ويعتزم النصر دفع 60 مليون يورو إلى نادي بورتو لضم أوتافيو، أي ما يعادل حوالي 245 مليون ريال بواقع 20 مليون يورو مقدما، مع سداد 40 مليون على الدفعتين وربما خلال العامين المقبلين. هذا ويلعب أوتافيو في صفوف بورتو منذ يونيو 2016 قادما من فيتوريا، وذلك فيما يرتبط أوتافيو بعقد مع الدراغاو حتى يونيو 2025. رغم تقاضي أوتافيو راتب يقدر ب4 ملايين يورو في الموسم مع بورتو، إلا أن النصر يقدم عرضا يتضمن حصول اللاعب على 13 مليون في الموسم بإجمالي 39 مليون يورو حتى العام 2026. كشفت تقارير صحفية صباح اليوم أسماء اللاعبين الذين يرغب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري. والنصر كان قد تعرض للخسارة في أول لقاءين بدوري روشن السعودي للموسم الرياضي 23-24 أمام كل من الاتفاق والتعاون على الترتيب، واستقبلت شباكه 4 أهداف بينما سجل هدفا وحيدا. يقبع العالمي في المركز ال15 بدون نقاط بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 23-24. هذا وأكدت صحيفة الرياضية بأن كاسترو طلب إدارة النصر بالتعاقد مع مدافع محلي، حيث حدد اسمين فقط وهم متعب الحربي مدافع نادي الشباب وعبد الله العمار مدافع نادي دمك، من أجل ضم أحدهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري. كما أشارت الصحيفة إلى أن كاسترو طلب إدارة العالمي بفتح باب التفاوض مع إدارة الناديين للوصول إلى اتفاق سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي. منح البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر الضوء الأخضر لرحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم الحاجة لجهودهم في الموسم الجديد. كما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن كاسترو قد أبلغ إدارة النصر بموافقته على إعارة أو بيع القائمة الأولية للاعبين الراحلين التي تضم محمد قاسم وماجد الغشاش الظهيرين الأيسرين، وأيضا فهد الزبيدي المهاجم الصاعد. كما أشارت الصحيفة السعودية إلى أن نادي النصر قد بدأت دراسة العروض المقدمة لثلاثي قاسم وقشيش والزبيدي من أجل اتخاذ قرارها قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضافت أن كاسترو قد طالب بتصنيف المهاجم فهد الطالب مع زملائه الخمسة المسموح لهم بالمشاركة مع درجة الشباب بحسب لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين. خسر فريق النصر من نظيره التعاون بهدفين دون رد في المباراة التي جرت أمس الجمعة على ملعب الأول برج في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. ويتلقى فريق النصر الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته خارج أرضه في الجولة الأولى أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد في الدمام.
الموسم الحالي 2023-2024. وقرر البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر استبعاد الظهير الأيسر للفريق الأول البرازيلي أليكس تيليس من قائمة مباراة التعاون المقررة اليوم ضمن ثاني جولات دوري روشن. استبعاد كاسترو جاء على إثر شعور الظهير البرازيلي بإجهاد عضلي، وقد خاض اللاعب جزءا محدودا من الحصة التدريبية أمس على ملعب النادي، وشك من إجهاد حرمه من إكمالها واضطره إلى الخضوع لجلسة علاجية. ومع جاهزية الظهير الإيفوري غسلان كونان، فقد نصح الجهاز الطبي بمشاركة اللاعب بدلا من تيليس من أجل الحفاظ عليه، وهو ما استجاب له كاسترو وفقا لصحيفة الرياضية. وأكدت التقارير على أن إصابة تيليس غير مقلقة، وعادة ما يتم إبعاد اللاعبين في هذه الحالة كخطوة احترازية تستهدف حمايته بدنيا. وأدى الفريق النصراوي تمارين لياقية متنوعة تلاها توزيع الجهاز الفني اللاعبين على مجموعة صغيرة تناقل أفرادها الكرة فيما بينهم من لمسة واحدة، ثم فرضه للتدريبات الخاصة للتسديد والتعامل مع الكرات العرضية. وخسر النصر خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين الماضي أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب محمد بن فهد في الدمام.